بصداقته وبمعرفتي به الحبيب الشاب المصري. ونحب نقول أنه وجودي اليوم أنا بينكم في هذا الفضاء الجميل في هذه المدينة اللي نعتبرها مدينة أحلام كل بلد، لأنه المدينة هذه أكيد يعني لها مستقبل لسنوات ولأجيال. مدينة روابي على هذا المسرح الكبير أمام هذا الحضور الإعلامي الكريم. أنا بدي خديت طائرة من تونس إلى الأردن، اعتبرت نفسي تونسي فلسطيني. أتقاسم معكم الفرح، الهواء، الأكل، كذلك المصاعب، الطابور، الوقوف على جواز السفر، على شو اسمه الحاجز، الحاجز. يعني انا نعتبر نفسي، وحكيت في الموضوع هذا وانا جاي على الطريق، قلت صراحه هناك معاناه حتى نصل الى هذه الارض الطيبه. هناك معاناه مش كأي معاناة، يعني لما تقول أنا رايح فلسطين، أوف ماشي فلسطين، نعم ماشي فلسطين. يعني الواحد لما يفكر إنه رايح فلسطين يعني كأنه شيء صعب. بالعكس، هي الإرادة، لما تكون الإرادة موجودة، لما تكون أنت تحب هذا البلد، لما أنت تحب تشارك هذا البلد أفراحه وأطراحه، فلازم تسهل على نفسك معنويا هذه أو تقصر الطريق، تقول أنا ماشي لبلدي بالنهاية، مش طالع من بلدي. فهذاك علاش أنا قلت نعتبر نفسي انطلقت من تونس إلى فلسطين، ولكن أعتبر نفسي تونسي فلسطيني في مسافة قليلة جدا. لقيت ناس كأني أعرفهم من زمان. لقيت استقبال يليق بتونس وليس يليق بابن تونس فقط. وهذا الشيء اللي يعني خلى كلنا يعني مع الفرقة التونسية الكاملة اللي جات كنا سعداء وقلبنا كبير، ورفعتونا راسنا وخليتونا على رؤوسكم وكفيتوا ووفيتوا.